عاجل جدا انسحاب الزمالك من الدوري المصري بقرار الكابتن حسين لبيب واحمد حسام ميدو. يوجه رسالة للنادي الزمالك: لو رجالة انسحبوا من مباراة الاهلي ما تلعبوش، خلوا عندكم كرامة. اللي حصل للزمالك عيب وعدم احترام. وفوز النادي الاهلي على نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 باقدام اللاعب محمود كهربا، ووفاة 2 مشجعين من جمهور الاهلي امام برج العرب. حادث يعني حادث صعب جدا جدا. بنقدم عزانا طبعا لاهاليهم. ربنا يصبرهم يا رب ويجعلهم يا رب من أهل الجنة يا رب. صلي بينا على النبي، يقول عليه الصلاة والسلام: للنهار الزملكاوية يقولوا لك هننسحب من الدوري المصري وهننسحب من مباراة الأهلي القادمة. طب يا جماعة انسحبوا، خلينا نكمل الدوري بدونكم، خلينا نكمل الدوري بدون الزمالك. ايه اللي حصل؟ مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، والهدف اللي كل الزملكاوية بيقولوا انه دخلوا عدى الخط، ولكن هو ما عداش الخط. الصراحة هو ما عداش الخط. يعني التقنيات كلها جابته ان في جزء من الكورة موجود على الخط، يعني الكورة لا تحسب هدف. دي الحقيقة. اي جزء من الكورة يكون لامس، لو شعرة بسيطة تكون لابسة الخط، فالمفروض ما تتحسبش ان هي دخلت نهائيا. شكرا لكم من القلب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.